تحت عنوان تأييد ونصرة مصر وبحضور عدد من كبار القادة العسكريين السابقين للدول العربية، تنعقد الدورة 24 للاتحاد العربي لقدامى المحاربين وضحايا الحرب في لحظة زمنية خاصة جدا تعيشها الأمة العربية. كاميرا طلائع النصر كانت هناك، وإلى حضراتكم جانبا من هذا الحدث. اختتمت فعاليات الدورة 24 للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، والتي استضافتها مصر وشاركت بها وفود من 18 دولة عربية و23 منظمة عربية ودولية للمحاربين القدماء، وبالإضافة إلى موريتانيا كمراقب. تضمن جدول أعمال الدورة مناقشة إنجازات الجمعيات والمنظمات التابعة للاتحاد العربي، ووضع آليات للتعاون والعمل المشترك للارتقاء بالخدمات الاجتماعية والإنسانية المقدمة للمحاربين القدماء وضحايا الحروب ومصاب العمليات العسكرية بالهيئات التابعة للاتحاد. تم التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومع الاتحاد العربي للمحاربين القدماء على انعقاد الدورة 24 في المدة من 1 ل 7 فبراير تحت رعاية سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، تحت شعار تأييد ونصرة مصر، تقديرا وعرفانا للدور اللي بتقوم به القوات المسلحة المصرية في لم شمل العرب تحت رعاية الاتحاد العربي للمحاربين القدماء، ولما يقوم به سيادة المشير في دعم الاتحاد العربي للمحاربين القدماء ماديا ومعنويا في رفعة الأمم العربية. انشئت الجمعية المصرية للمحاربين القدماء عام 51، وقامت الجمعية بتأسيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء عام 61، وقامت الجمعية بالانضمام للاتحاد الأفريقي لشؤون المحاربين القدماء عام 54، وفي عام 53 تم انضمام الجمعية إلى الاتحاد العالمي للمحاربين القدماء. وبكده أصبحت الجمعية المصرية هي عبارة عن جمعية مصرية عربية إقليمية دولية. ومن خلال هذا القضم من اللي بتقوم به لصالح المحاربين القدماء، بتقوم بالتنسيق مع الاتحاد العالمي للمحاربين القدماء من خلال تقديم التسهيلات وتبادل الخبرات والتسهيلات الخاصة للمحاربين القدماء الموجودين في مصر مع نظرائهم في الدول الأخرى. بتقوم بتاخد نفس التسهيلات اللي بياخدوها الدول الأوروبية احنا بناخدها. وعملنا تغيير في شكل الكارنيه الخاص بالأعضاء جمعية المحاربين القدماء، اللي بناء عليه بيقدر ياخد نفس التسهيلات في الدول المثيلة. بناخد تشريعات الاتحاد العالمي، بنستفاد من الدول الأخرى من خلال اللقاءات اللي موجودة، وكان آخرها اللقاء في نوفمبر عام 2012 وحضرناه. وبنتبادل برضو في تكنولوجيا الأطراف الصناعية، ده ما يخص الاتحاد العالمي. بالإضافة ان احنا بعض الدول الأوروبية زي ألمانيا وروسيا وإيطاليا احنا بنقوم من خلال بروتوكولات تبادل ثنائية بنقوم فيها بدراسة التشريعات الخاصة بكل دولة، وبناخد منها ما يخصنا بما يتلائم مع المجتمع المصري. بالنسبة للاتحاد العربي احنا دايما متواصلين معاه، خاصة المقر الرئيسي للاتحاد العربي موجود عندنا هنا في مصر. ومن خلال هذه الدول بنقوم بعقد لقاءات ثنائية ما بيننا وما بين سلطنة عمان ولتبادل خبرات. بنعقد دورات تدريبية لبعض الدول العربية لنقل الخبرات، لأن الجمعية عندنا فيها مجال كبير قوي وخبرة عالية في مجال تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية لأسر الشهداء ومصابي العمليات. وقد شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر تكريم اسم الشهيد الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين السابق، ومنحه الوسام الشرفي للاتحاد العربي.
ومنح لقب الأم المثالية للاتحاد العربي للسيدة بتول عبد الفراج من دولة السودان، ومنح السيدة مد الله سليمان جبر من فلسطين لقب الأم المثالية الفلسطينية من رابطة مقاتلي الثورة. Well, I've been here for 2 days now and I've been around. أنا سعيد جدا بوجودي هنا، فنحن نملك دعم وتأييد كبار القادة، وأنا هنا منذ يومين فقط وأتيحت لي فرصة التجول في المنطقة، وما رأيته في الإعلام المصري أعطاني انطباعا أن مصر آمنة. أدهشني في جولتي السعادة التي تبدو على وجوه الناس. ذهبت إلى وسط المدينة ولم ألحظ أي مشكلات في الأمن على الإطلاق. القيم الإنسانية لهذه اللقاءات تكمن في أننا نبحث عن هؤلاء الذين يخدمون أوطانهم. كل فرد قابلته هنا خدم وطنه، لذا فإن مسؤوليتنا أن نذكر الحكومات أنه من صميم مسؤولياتهم العناية بهؤلاء المحاربين لأنهم قدموا الكثير لأوطانهم. أن لأول مرة ينعقد الاتحاد في ظروف يمر بها العالم العربي تتميز به ربكة في المناخ السياسي العربي والحركات الثورية اللي تمت داخل الأوطان العربية، اتصفت بالإجرام والإرهاب، وكانت فرصة لهذه الجماعات الإجرامية أن تنتشر في الأوطان العربية اللي مشاركة معانا النهاردة. فكان يجب أن الاتحاد وهو دوره الرئيسي محاربة أي ظاهرة تفسد المناخ العربي، فحندرج ظاهرة الإرهاب التي انتشرت ونشجبها ولها حيثيتها، لأنهم أساءوا حتى للدين الإسلامي. الدين الإسلامي بريء من هذه الجماعات التي تنسب نفسها وتتاجر بالدين، والدين منهم براء. وزي ما حضرتك شفت في الكلمة الافتتاحية إن ربنا سبحانه وتعالى في آياته المحكمات إن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. ودول بيفجروا عربيات في الشوارع وفي الطرقات وبيختالوا الناس تحت بيوتها بصفة يعني مش عارف أقول، هل إحنا مع إن الصحافة بتكتب والإذاعة عندكم بتكتب، لكن الظاهرة بتنتشر إزاي أنا مش قادر. فدور المحاربين القدماء، إحنا عمرنا ما حاربنا مسلم. كل المحاربين القدماء كانوا بيحاربوا الاستعمار من أول الجزائر. إحنا حاربنا في فلسطين ضد إسرائيل. عمرنا ما شفنا حرب بين مسلمين في بعض، ما حضرناهاش. دور الاتحاد العربي يا فندم للمحاربين القدماء والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية الملقاة على عاتقه. شوف حضرتك قلت إيه؟ المسؤولية الإنسانية. ده مجتمع إنساني، والدين الإسلامي دين للإنسانية كلها، واخد بال حضرتك؟ فمش هنقعد الاتحاد العربي بما يجمعه من 23 دولة لازم نصدر قرار يبلغ، مش قرار داخلي، هنبلغه للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وزي ما سيادتك شايف رئيس الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء بياخد التوصيات دي وبينشرها في أوروبا. فبنقوم بدور، كل واحد بيقوم بدور. لكن هذه الظاهرة كلنا مستائين جدا انها تمس، والمصيبة انها بتمس الإسلام، والإسلام زي ما بقول لحضرتك مش كده خالص. في البداية نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية المحاربين القدماء المصرية وضحايا الحرب على هذه الاستضافة الكريمة في أرض الكنانة، أرض مصر العربية، قلب الأمة وشرايينها النابضة. الحقيقة جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية هي جمعية نفع عام، جمعية شعبية من مؤسسات المجتمع المدني الكويتية، والتي تعني برعاية والاهتمام وتخليد سير وبطولات شهداء الكويت الأبرار في أزمة الغزو العراقي الغاشم
في 2 أغسطس 1990. نحن أعضاء في هذا الاتحاد منذ سنة 2008، والحقيقة نتطلع إلى مزيد من التعاون والاهتمام وتبادل الخبرات مع الاتحاد بأعضائه بشكل كامل، ومع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المصرية. كون هذه الجمعية لديها من الخبرات ومن الكفاءات الشيء الكثير، قمنا بزيارة رسمية قبل 3 سنوات بدعم من جمعية المحاربين المصرية، واطلعنا على حجم العمل وحجم الرعاية التي تقدمها هذه الجمعية إلى الشهداء المصريين وأهاليهم ورعايتهم. كذلك اطلعنا على العمل الذي تقوم به جمعية الأمل، وهي الأمل والوفاء، وهي إحدى فروع جمعية المحاربين، والتي تعني أيضا برعاية الجرحى وضحايا الحرب في الجيش.